افريقيا واوروبا قارتين مختلفتين تماما، بس المسافه بينهم مش كبيره. يعني بص، عندنا ايطاليا وتونس المسافه بينهم خطوتين، ولو انت سباح كويس وعويم ممكن تاخدها عوم. لكن المسافه دي مش اقرب مسافه ما بين قارتين، لانه مضيق جبل طارق ما بين المغرب واسبانيا والمسافه بينهم تقدر ب 14 كيلو متر. والغريب بقى انه ما عندناش كوبري ولا اي حاجه تربط المسافه الصغيره دي، ونفق او كوبري في المكان ده يربط ما بين قارتين بحالهم، في ما بينهم علاقات وتجاره وملايين رايحه وملايين جايه. ده مشروع ناجح جدا. طيب ليه مفيش ربط بينهم؟ خصوصا لو طلعنا فوق شمال شويه عند بحر المانش او قناه الانجليز ما بين بريطانيا وفرنسا، هتلاقيهم عاملين نفق تحت الميه يربط ما بين الدولتين. نفق طوله بيوصل ل 31 ميل، يعني 50 كيلو متر تقريبا، يعني اطول 4 مرات ونص من المسافه اللي ما بين المغرب واسبانيا. النفق اللي ما بين بريطانيا وفرنسا ده اول مره يفكروا فيه سنه 1802، وبدا تصميمه والتنظيم لبنائه سنه 1900، يعني 100 سنه تقريبا من فكرته، وتم افتتاحه سنة 1994. المهم، المشروع ده في وقتنا كان أكتر مشروع تكلفة في التاريخ بمبلغ يوصل ل 20 مليار دولار في وقتنا ده. النفق اللي تحت المية ده مخصص للقطارات بس، وبيقصر المسافة بين بريطانيا وفرنسا ل 35 دقيقة. بص بقى، وانت في المغرب تقدر تشوف اسبانيا قريبه جدا للمغرب، يعني لو انت عملت نفق ما بين الدولتين او جسر هيقصر المسافه حوالي نص ساعه مشي، اقصر من انك تروح مدينه نصر من محطه رمسيس. طيب هم ليه مش عاملين نفق مع انهم فكروا في الموضوع ده كتير؟ مع ان الفكره اتطرحت كتير وهتوفر ملايين النقل وهتساعد في نمو التجاره والسياحه ما بين الدولتين، خصوصا انهم قريبين قوي لبعض. الاجابه دي عزيزي هنعرفها لما نبص على امتى الانجليز والفرنسيين فكروا ان هم يبنوا نفق ما بين بعض، وامتى فعلا اتبنى. تقريبا حوالي 200 سنه ما بين ان هم فكروا في الفكره وانهم نفذوها فعلا على ارض الواقع، لانه وقت طرح الفكره حصلت اعتراضات كتير قوي، ومنها ان الانجليز ما كانوش طايقين الفرنسيين خالص وما كانوش عايزينهم يملوا لندن، وفي نفس الوقت الفرنسيين مش طايقين الانجليز ومش عايزينهم يملوا باريس. لكن الفكره اتنفذت بعد سنين وبعد ما الدولتين انضموا للاتحاد الاوروبي، وبقى في حريه سفر ما دام مواطنين الدولتين. مثلا الفرنسيين يقدروا يروحوا لندن بالبطاقه بتاعتهم، وبقى الدولتين اتفتحوا على بعض. ولا مش الدولتين بس، دي اوروبا كلها. هنا بقى في الحته دي عندنا نفس المشكله القديمه، مفيش حريه سفر ما بين الدولتين او ما بين افريقيا واوروبا عامه، وفي مئات الالاف من الافارقه عايزين يسافروا اوروبا. مئات الاف ايه ده، ملايين. ووجود نفق او جسر زي ده هيطمع كتير قوي كانوا عايزين يهاجروا وكانوا خايفين انهم يركبوا مركب في البحر. ومن الاخر يا عزيزي، هم مش عايزين افارقه اصلا، طفشانين منه. الكوبري اللي هيجيب فلوس وتجاره وسياحه ومهاجرين بلاش منه، اتشال ده من ده ارتاح ده عندي. تخيل يا عزيزي، في وقت تصوير الفيديو ده انت عندك 330 الف مهاجر غير شرعي في اوروبا من غير كوبري ولا نفق حتى. ما بالك بقى لو عملوا كوبري ونفق؟ ال 300 الف دول هيتضربوا في 2 و3. تخيل ان موافقه الكوبري ده مش هتحتاج موافقه المغرب واسبانيا بس، لا، اللي فيه اصلا ما بينهم خلاف على مدينه سبته ومليل، المدينتين المغربيتين المحتلين من اسبانيا. لا، ده كمان في طرف ثالث في العلاقه لازم موافقته، الا وهو بريطانيا، لان عندنا دوله هنا اسمها جبل طارق، وجبل طارق دي تابعه لبريطانيا، واسبانيا بتطلب برجح، واسبانيا بتعيط وتهاتي ولا حياه لمن تنادي. احنا اصلا الموضوع معقد من قبل ما يبتدي. بس يا سيدي، هو في الوقت الحالي في كلام ومناقشات عشان الكوبري ده يتعمل، لكن لسه ما فيش اي حاجه على ارض الواقع. المهم، قول لنا انت ايه رايك في الموضوع ده، بالذات بقى لو انت راجل في المغرب. ادينا موافقتك تحت في الكومنتات واحنا نروح ننفذ دلوقتي، واكتبوا لي تحت لو انتوا في افكار عايزين نعمل. ولو انت اول مره تشوفني في القناه، ادخل شوف فيديوهاتي القديمه، اشترك معايا في القناه، لايك الكلمتين عشان تدعم الجيش بتاعي، ولو انت على الفيسبوك لايك وشير يا صاحبي، وبيس يا صاحبي.